أو بالتشنجات، وهو ما رأيناه في الساحة العربية. إنها لحظة من لحظات التاريخ، وإنها ساعة من ساعات الشجاعة للتصدي للمزايدات، وبلا التفات إلى الوراء وبلا أي محاولة للسعي إلى كسب ذاتي. ذهب السادات لخوض مسيرة السلام بكل ما فيها من صعاب ومشاق، وليخوض واحدة من أهم جولات النضال بحثا عن السلام. ولكن أي سلام؟ إنه السلام القائم على العدل، إنه السلام الذي يرتكز على الحق وعلى التحرير وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من أجل كل هذا ذهب الرئيس السادات ليطالب بالحقوق ويؤكد الالتزام القومي والعربي، ويعلن من موقع المسؤولية الكاملة أنه لا سلام ولا أمن ولا أمان في ظل عدم الالتزام بالشرعية وفي ظل تجاهل المواثيق والشرائع الدولية. وعندما بدأت مصر تحركها نحو السلام لم تفصل بين الرغبة في تحقيق السلام وبين تمسكها بالحقوق العربية كاملة، فلم يكن منطقيا أن يوجد مثل هذا الفصل، لأن السلام كما تراه القيادة السياسية في مصر لم يكن ممكنا أن يتحقق بدون استعادة الحقوق العربية المشروعة التي طال اغتصابها. ذلك أن افتقاد السلام هو حالة قائمة على وضع مفروض بالقوة. أما إقرار السلام فإن بدايته هي تعديل هذا الوضع وإزالة النظام المترتب عليه، وتعديل الأوضاع القائمة كأمر واقع وفق قواعد العمل والقانون الدولي والمواثيق التي تحكم العلاقات الدولية. والرئيس السادات وهو في سعيه الدؤوب للسلام يرى أن إقرار السلام في المنطقة لابد أن يرتكز على حقائق ثابتة. أول هذه الحقائق أن طريق السلام لا يتحقق بين مصر وإسرائيل وحدهما، وإنما لابد من حل جوهر المشكلة ولبها، وهي القضية الفلسطينية، وإلا ضاعت السنين دون سلام حقيقي في المنطقة. وفي خطاب تاريخي أمام الكنيسة الإسرائيلي طرح الرئيس السادات على قادة إسرائيل الحقائق التي ينبغي أن يستتب عليها السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. بسم الله. السيد رئيس الكنيسة، أيها السيدات والسادة، لقد جئت إليكم لكي نبني معا السلام الدائم العادل حتى لا تراق نقطة واحدة من دم أي الطرفين. من أجل هذا أعلنت أنني مستعد أن أذهب إلى آخر العالم. وهنا أعود إلى الإجابة على السؤال الكبير: كيف نحقق السلام الدائم العادل؟ وفي رأيي، وأعلنها من هذا المنبر للعالم كله، أن الإجابة ليست مستحيلة ولا هي بالعسيرة، على الرغم من مرور أعوام طويلة من ثأر الدم والأحقاد والكراهية وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة والعداء المستحكم. الإجابة ليست عسيرة ولا هي مستحيلة إذا طرقنا سبيل الخط المستقيم بكل الصدق والإيمان. أنتم تريدون العيش معنا في هذه المنطقة من العالم، وأنا أقول لكم بكل الإخلاص إننا نرحب بكم بيننا بكل الأمن والأمان. إن هذا في ذاته يشكل نقطة تحول هائلة من علامات تحول تاريخي حاسم. لقد كنا نرفضكم وكانت لنا أسبابنا ودعوانا، نعم. لقد كنا نرفض الاجتماع بكم في أي مكان، نعم. لقد كنا نصفكم بإسرائيل المزعومة، نعم. لقد كانت تجمعنا المؤتمرات أو المنظمات الدولية، وكان ممثلون ولا يزالون لا يتبادلون التحية والسلام،
نعم، حدث هذا ولا يزال يحدث. لقد كنا نشترط لأي مباحثات وسيطا يلتقي بكل طرف على انفراد. نعم، هكذا تمت مباحثات فض الاشتباك الأول، وهكذا تمت أيضا مباحثات فض الاشتباك الثاني، كما أن ممثلين التقوا في مؤتمر جنيف الأول دون تبادل كلمة مباشرة. نعم، هذا حدث. ولكنني أقول لكم اليوم وأعلن للعالم كله أننا نقبل بالعيش معكم في سلام دائم وعاد، ولا نريد أن نحيطكم أو أن تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير أو بقذائف الأحقاد والكراهية. ولقد أعلنت أكثر من مرة أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة اعترف بها العالم، وحملت القوتان الأعظم مسؤولية أمنها وحماية وجودها. ولما كنا نريد السلام فعلا وحقا، فإننا نرحب بأن تعيشوا بيننا في أمن وسلام فعلا وحقا. لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم أن تبنوه على مدى ربع قرن من الزمان، ولكنه تحطم في عام 73. كان هذا الجدار جدارا من الحرب النفسية المستمرة في التهابها وتصاعدها. كان هذا الجدار جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها. كان هذا الجدار جدارا من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك، بل إن منكم من قال أنه حتى بعد مضي 50 عاما مقبلة فلن تقوم للعرب قائمة من جديد. كان هذا الجدار جدارا يهدد دائما بالذراع الطويل القادر على الوصول إلى أي موقع وإلى أي بعد. كان هذا الجدار جدارا يحذرنا من الإبادة والفناء إذا نحن حاولنا أن نستخدم حقنا المشروع في تحرير أرضنا المحتل. وعلينا أن نعترف معا بأن هذا الجدار قد وقع وتحطم في عام 73، ولكن يبقى جدار آخر. هذا الجدار الآخر يشكل حاجزا نفسيا معقدا بيننا وبينكم، حاجز من الشكوك، حاجز من النفور، حاجز من خشية الخداع، حاجز من الأوهام حول أي تصرف أو فعل أو قرار، حاجز من التفسير الحذر الخاطئ لكل حدث أو حديث. وهذا الحاجز النفسي هو الذي عبرت عنه في تصريحات رسمية بأنه يشكل في نظري 70% من المشكلة. وإنني أسألكم اليوم بزيارتي لكم، لماذا لا تمتد أيدينا بصدق وإيمان وإخلاص لكي نحطم هذا الحاجز معا؟ لماذا لا تتفق إرادتنا بصدق وإيمان وإخلاص لكي نزيل معا كل شكوك الخوف والغدر والتواء المقاصد وإخفاء حقائق النوايا؟ لماذا لا نتصدى معا بشجاعة الرجال وبجسارة الأبطال الذين يهبون حياتهم لهدف أسمى؟ لماذا لا نتصدى معا بهذه الشجاعة وتلك الجسارة لكي نقيم صرحا شامخا للسلام يبني ولا يهدم؟
يشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الإنسانية نحو البناء والتطور ورفعة الإنسان. لماذا نورث هذه الأجيال نتائج سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتيتيم الأطفال وترمل الزوجات وهدم الأسر وأنين الضحايا؟ لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق أوردها في أمثال سليمان الحكيم؟ الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت مليء بالذبائح مع الخصام. لماذا لا نردد معا من مزامير داود النبي؟ إليك يا رب أصرخ، اسمع صوت تضرعي إذا استغثت بك، وأرفع يدي إلى محراب قدسك. لا تكذبني مع الأشرار ومع فعلة الإثم المخاطبين أصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم. اعطهم حسب فعلهم وحسب شر أعمالهم. أطلب السلام وأسعى وراء. سيدات والسادة، والحق أقول لكم إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغير. ولا يسوء أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على غيركم. وبكل صراحة وبالروح التي حدت بي إلى القدوم إليكم اليوم، فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجد. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام. ولا يملك أي منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه، أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. والحق أقول لكم أيضا أن أمامنا اليوم الفرصة السانحة للسلام، وهي فرصة لا يمكن أن يجود بمثلها الزمان إذا كنا جادين حقا في النضال من أجل السلام. هي فرصة لو أضعناها أو بددناها فلسوف تحل بالمتآمر عليها لعنة الإنسانية ولعنة التاريخ. ما هو السلام بالنسبة لإسرائيل؟ أن تعيش في المنطقة مع جيرانها العرب في أمن واطمئنان، هذا منطق أقول له نعم. أن تعيش إسرائيل في حدودها آمنة من أي عدوان، هذا منطق أقول له نعم. أن تحصل إسرائيل على كل أنواع الضمانات التي تؤمن لها هاتين الحقيقتين، هذا مطلب أقول له نعم. بل إننا نعلن أننا نقبل كل الضمانات الدولية التي تتصورونها وممن ترتضونه أنتم. نعلن أننا نقبل كل الضمانات التي تريدونها من القوتين الأعظم أو من إحداهما أو من الخمسة الكبار أو من بعضهم. وأعود فأعلن بكل الوضوح
أننا قابلون بأي ضمانات ترتضونها، لأننا في المقابل سنأخذ نفس هذه الضمانات. خلاصة القول إذن عندما نسأل ما هو السلام بالنسبة لإسرائيل، يكون الرد هو أن تعيش إسرائيل في حدودها مع جيرانها العرب في أمن وأمان، وفي إطار كل ما ترتضيه من ضمانات يحصل عليها الطرف الآخر. ولكن كيف يتحقق هذا؟ كيف يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة لكي نصل بها إلى السلام الدائم العادل؟ هناك حقائق لا بد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية، القدس التي حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام، والتي كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحي للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث. وليس من المقبول أن يفكر أحد في الوضع الخاص لمدينة القدس في إطار الضم أو التوسع، وإنما يجب أن تكون مدينة حرة مفتوحة لجميع المؤمنين. وأهم من كل هذا فإن تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرون. وبدلا من إيقاظ أحقاد الحروب الصليبية، فإننا يجب أن نحيي روح عمر بن الخطاب وصلاح الدين، أي روح التسامح واحترام الحقوق. إن دور العبادة الإسلامية والمسيحية ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض والشعائر، بل إنها تقوم شاهد صدق على وجودنا الذي لم ينقطع في هذا المكان سياسيا وروحيا وفكريا. وهنا فإنه يجب أن لا يخطئ أحد تقدير الأهمية والإجلال اللذين نكنهما للقدس نحن معشر المسيحيين والمسلمين. ودعوني أقول لكم بلا أدنى تردد أنني لم أجئ إليكم تحت هذه القبة لكي أتقدم برجاء أن تجلوا قواتكم من الأرض المحتلة. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة بعد 67 أمر بديهي لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد، إذ لا معنى لأي حديث عن السلام الدائم العادل، ولا معنى لأي خطوة لضمان حياتنا معا في هذه المنطقة من العالم في أمن وأمان، وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة. فليس هناك أبدا سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال أرض الغير. نعم، هذه بديهية لا تقبل الجدل والنقاش إذا خلصت النوايا. إذا خلصت النوايا وصدق النضال لإقرار السلام الدائم العادل لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلها، وليس هناك من يقبل اليوم في العالم كله شعارات رفعت هنا في إسرائيل تتجاهل وجود شعب فلسطين، بل وتتساءل أين هو هذا الشعب. إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروع لم تعد اليوم موضع تجاهل أو إنكار من أحد، بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع تجاهل أو إنكار. إنها واقع استقبله المجتمع الدولي غربا وشرقا بالتأييد
والمساندة والاعتراف في مواثيق دولية وبيانات رسمية لن يجدي أحدا أن يصم آذانه عن دويها المسموع ليل نهار، أو أن يغمض عينيه عن حقيقتها التاريخية. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية حليفكم الأول التي تحمل قمة الالتزام حماية وجود إسرائيل وأمنها، والتي قدمت وتقدم إلى إسرائيل كل عون معنوي ومادي وعسكري، أقول حتى الولايات المتحدة اختارت أن تواجه الحقيقة والواقع، وأن تعترف بأن للشعب الفلسطيني حقوقا مشروعة، وأن المشكلة الفلسطينية هي قلب الصراع وجوهره، وطالما بقيت معلقة دون حل فإن النزاع سوف يتزايد ويتصاعد ليبلغ أبعادا جديدة. وبكل الصدق أقول لكم إن السلام لا يمكن أن يتحقق بغير الفلسطينيين، وإنه لخطأ جسيم لا يعلم مداه أحد أن نغض الطرف عن تلك القضية أو أن ننحيها جانب. ولن أستطرد في سرد أحداث الماضي منذ صدور وعد بلفور ل60 عاما خلف، فأنتم على بينة من الحقائق جيد. وإذا كنتم قد وجدتم المبرر القانوني والأخلاقي لإقامة وطن قومي على أرض لم تكن كلها ملك لكم، فأولى بكم أن تتفهموا إصرار شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد في وطن. وحين يطالب بعض الغلاة والمتطرفين أن يتخلى الفلسطينيون عن هذا الهدف الأسمى، فإن معناه في الواقع وحقيقة الأمن مطالبة لهم بالتخلي عن هويتهم وعن كل أمل لهم في المستقبل. وإنني أحيي أصواتا إسرائيلية طالبت بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وصولا إلى السلام وضمانا له. ولذا فإنني أقول لكم أيها السيدات والسادة أنه لا طائل من وراء عدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته وفي العودة. لقد مررنا نحن العرب بهذه التجربة من قبل معكم ومع حقيقة الوجود الإسرائيلي، وانتقل بنا الصراع من حرب إلى حرب ومن ضحايا إلى مزيد من الضحايا، حتى وصلنا اليوم نحن وأنتم إلى حافة هاوية رهيبة وكارثة مروعة إذا نحن لم نغتنم اليوم معا فرصة السلام الدائم العادل. عليكم أن تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة كما واجهته أنا. ولا حل لمشكلة أبدا بالهروب منها أو التعالي عليها، ولا يمكن أن يستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهمية أدار لها العالم كله ظهره وأعلن نداءه الإجماعي بوجوب احترام الحق والحقيقة. ولا داعي للدخول في الحلقة المفرغة مع الحق الفلسطيني، ولا جدوى من خلق العقبات إلا أن تتأخر مسيرة السلام أو أن يقتل السلام. وكما قلت لك فلا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين، كما أن المواجهة المباشرة والخط المستقيم هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى الهدف المواضح. والمواجهة المباشرة للمشكلة الفلسطينية واللغة الواحدة لعلاجها نحو سلام دائم عادل هي في أن تقوم دولته، ومع كل الضمانات الدولية التي تطلبونها فلا يجب أن يكون هناك لديكم تخوف من دولة وليدة تحتاج إلى معونة كل دول العالم لقيامه. وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب، وإذا وجدت
فلن يسمع لها صوت. بشجاعة المقاتل المصري